الفيديو ده لكل الناس اللي عندها خشونة متقدمة في مفصل الركبة وخايفين من العملية بتاعة تغيير المفصل. الحالة اللي احنا بنعرضها دي، المريضة دي كانت جات لنا من سنة بتشتكي من آلام شديدة في المفصلين بتوع الركبتين. كانت الركبة الشمال أكتر من الركبة اليمين. عملنا الإشاعات اللازمة وخدنا قرار إن مفيش حل غير إن احنا هنغير المفصل، لأن هي كانت جربت كل حاجة، حقن ومسكنات، وما كانش في حاجة جايبة معاها نتيجة، والألم بتاعها كان مستمر حتى وقت الراحة بدون مجهود. عملنا العملية والحمد لله حياة المريضة اتغيرت للأفضل بكتير. مشي مسافات أطول، طلوع سلالم، نزول سلالم، سجود، تشهد في الصلاة، كل ده ما بقاش فيه مشكلة الحمد لله. جات لنا المريضة بعد سنة ب... يعني هي مصرة بقى ان هي تعمل تغيير مفصل في الجنب التاني. الفيديو ده للمريضة وهي ماشية بعد العملية ب10 ايام بمساعدة عكاز واحد. من اول يوم بعد العملية، مجرد ما مفعول البنج النصف بيروح من الرجل، المريض يقدر يقوم يمشي على رجله عادي. نسبة نجاح عمليات تغيير المفاصل سواء كان الركبة والفخذ دي افضل نتائج لعمليات تغيير المفاصل الصناعية، بسبب تطور الأساليب العلمية وأنواع المفاصل المستخدمة والتحضير الجيد للمريض. لو عندك خشونة في الركبة ابعت لنا على الصفحة واحنا هنرد على كل الاستفسارات.